السلام عليكم عشاق ومحبي الجياسكا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. دودان سوف يعلن استقالته رسميا اليوم أو غدا إن لم يتم توقيع الاتفاقيات مع اللاعبين الذي أرادت الإدارة التوقيع معهم سابقا. وفي تفاصيل هذا الخبر، يأتي هذا القرار بعد فشل الإدارة في التوقيع مع اللاعبين الذين تم الاتفاق معهم. هذا الفشل يأتي في وقت حساس جدا، حيث يحتاج الفريق إلى تدعيمات قوية قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد. ويبدو أن هناك خلافا داخليا حادا في الإدارة. ففي الوقت الذي يسعى فيه البعض لإبرام الصفقات، يظهر رئيس مجلس الإدارة بشكل متزايد كمصدر للتعطيل. هذه الأزمة قد تدفع اللاعبين المستهدفين وخصوصا زين الدين فرحات إلى توقيع عقود مع أندية أخرى، مما يحرم الفريق من المواهب التي يحتاجها بشدة. مستقبل النادي في خطر. هذه الاستقالة المتوقعة من داوود قد تكون مؤشرا على تصاعد الأزمة داخل النادي. فالاستقالة تأتي في وقت حرج، وقد تترك فراغا إداريا يؤثر على استقرار الفريق. في النهاية يبقى السؤال الأهم: هل سوف يتمكن النادي من تجاوز هذه الأزمة وإتمام الصفقات قبل إغلاق سوق الميركاتو الصيفي الحالي، أم أم أن الإدارة لها رأي آخر ولن يتم تنفيذ أي شيء من هذه الأمور؟ نترك لكم التعليق.